اهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله حلوه قوي، اكله شهيه كده، اكله بنحب نشتريها من بره وطبعا بنشتريها غاليه قوي. فهنعملها النهارده في البيت بمنتهى السهوله والنظافه طبعا، ومكونات بسيطه جدا هتعملي الاكله الجميله دي. المندي والرز بتاع البسمتي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بجد اكله شهيه جدا. بس لو اول مره تشوفوني بقى، انا لسه قناتي جديده، فياريت تدعموني باللايك والاشتراك وكمان الكومنتات. حبيت اوريكم كده الفراخ بعد ما خلصت بالرز بتاعها، اكله بجد حلوه قوي قوي. يلا بينا بقى نسمي الله ونعرف مكونات الوصفه بتاعتنا. طبعا يكون معانا فراخ تكون مغسوله كويس جدا ومنقوعه في الليمون والدقيق والملح علشان خاطر تشيل منها اي زفاره. غسلها كويس جدا وشطفاها وقسمها 2 بس مش فصلها عن بعض، ونغزاها كده بالسكينة. بعد كده هنجيب معانا بهارات معلقة ملح كبيرة تكون ممسوحة، ومعايا كزبرة ناشفة وفلفل اسمر وحبهان مطحون وكمان بابريكا وزعفران وكركم. تمام، كل البهارات كده تشكيلة من عندك، وبابريكا لو ما قلتش عليها. يعني من كل حاجة حوالي معلقة صغيرة ممسوحة. وهنحط حوالي 3-4 معالق من الزيت، هنقلبهم في بعض كويس جدا، هيبقوا عاملين زي المعجون كده زي ما انت شايفة. هنجيب بقى البهارات اللي احنا حاطين فيها الزيت، هننزلها على الفراخ بتاعتنا وهنقلبها كويس جدا بالشكل ده. شايفين الشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ وممكن تحطي اللون اللي هو الطعام الاحمر سنة كده بسيطة. لو انت عندك اللي هو البودر هتحطي، لو ما عندكش البودر عندك اللي هو السائل، هتحطي نقطتين كده من السائل عشان يديها اللون الحمار الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هو الفراخ المندي معروفة اللي هي بتبقى لونها احمر شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى حلة كده زي ما انتوا شايفين عشان نعمل الرز. هنحط فيها شوية زيت، هنحط فيها ليمون اللي هو المجفف، وهنحط فيها ورق لوري، هنحط فيها ممكن تحط فيها حبهان، عود قرفة. هنحط كمان الرز بتاعنا البسمتي نكون غسلينه ونقعينه حوالي ربع ساعة. هنحط طبعا المية بتاعتها، وممكن تحطي مكعب ماجي والملح. هنطعم طبعا الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، انا حاطه فيه قرن فلفل شطه مجفف اللي هو القرون الشطه اللي هي الجافه دي اختياري طبعا. جبتي بقى المصفى، والرز طبعا كان لسه ني. هنحط في الفراخ في المصفى، دي اسهل طريقه للمندي زي ما انتوا شايفين. حطينا الفراخ، طبعا المصفى طبعا مخرمه، فهينزل الصوص بتاع الفراخ هينزل على الرز، هيديها طعم جميل جدا. حطيت كيس حراري غطيت بالفراخ، وحطيت كمان الغطا بتاع الحله عشان تكتم البخار، عشان الفراخ معايا تستوي على البخار زي ما انتوا شايفين. وكمان اللي بينزل منها بينزل على الرز، وهتسوي الرز بقى بالصوص بتاع الفراخ، هيبقى طعمه جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، ومفلفل وحلو قوي. والفراخ بتاعتنا مستوية 100%، ما شاء الله، جميل جدا جدا. هنا صوص كانت نازلة من الفراخ فقلت احطها على الرز زي ما انتوا شايفين كده. تقلبي طبعا الرز بقى، يعني الرز مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين. عايزين بقى تحطوها في الفرن تاخد سنة لون كده، ماشي. لو انت شايفة ان اللون بتاعها حلو بالدرجة دي مفيش مشكلة. هتجيبي بقى الفراخ حطيتيها على الرز، اعملي الخطوة دي بتديكي طعم حلو قوي قوي للمندي. وهنحط ورق فويل او طبق صغير وفيه حتة فحمة تكون مولعة، ونحط فيها معلقة زيت ونغطيها على طول بالغطا علشان ريحة الشوي تيجي في الرز وتيجي في المندي. بجد بتبقى ريحتها حلوة قوي، بتديها ريحة حلوة وطعم ومذاق جميل. الرز زي ما انتوا شايفين مفلفل وجميل، ولونه مش بيطلع لون كله لون واحد. الرز بتاع المندي مش بيطلع كله رز لون واحد، بيطلع الوان كده في بعض. ممكن يطلع رزاية حمرا، رزاية صفرا، رزاية بيضة. فاللي هو
الالوان مختلفة فيه. يعني احنا لما بنعمل الرز البسمتي للشوي، الفراخ المشوية بتبقى كلها الرز بالحباية كلها بتبقى صفرا، لكن المندي بتعكس ان احنا بناخد من صوص الفراخ، فصوص الفراخ ده داخل فيه لون احمر لون اصفر، فاللي هو بتديكي الرزاية كلها لون مختلف عن التانية. طبعا شكلها يغني عن الكلام، زي ما انتوا شايفينه مستوية. لو حد مثلا خايف ان الفراخ مش هتستوي، طبعا انت مش بتجيبي الفراخ كبيرة، انت بتجيبي الفرخة مثلا كيلو ونص حلوة عشان تستوي معاكي سوا حلو يعني ان شاء الله متبقاش نية معاكي. وممكن ترشي زبيب على الوش، ممكن تحطي اي حاجة انت حباها، رشة بقدونس مثلا تغيري كده تكسري اللون. بجد طعمها حلو، جربيها هتعجبك كتير وهتعجب اولادك. طبعا احنا بنجيب الحاجة دي غالية جدا من بره، فممكن نعملها في البيت في منتهى النظافة. شكرا لكم جدا.